السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم من حلوه البهله اللي كتجي زوينه بزاف، كتجي فتيه كتذوب في الفم وكتجي رائعه. واحد البنه فيها ديال النوافع اللي مخلطين بين حبيت حلاوه والنافع، والقرفه كيجي فيها واحد المذاق مزيون بزاف، وكتجي فتيه وداغيه كتوجد، يعني ما كتاخذ ليناش الوقت بزاف، نقدروا نحضروها في اخر لحظه. كتجي زوينه بزاف وسهله. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الحلوه. نبداو على بركه الله. غادي نحتاج واحد كاس ديال اللوز اللي تيكون عندي مصهدوج ولا مطحونين، ما كطحنوش بزاف، كتخلوه كيغير مهرمش حتى جلن، حتى هو ما طحنش بزاف. عندي كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، وجوج معالق صغار ديال حبيت حلاوه النافع، ومعلقه صغيره ديال القرفه، واحد تقريبا 3 المعالق ديال الزبده. غادي نحتاج واحد فاني وكيس ونص ديال الخميره ديال الحلوه ديال 7 غرام. والدقيق هنا غادي نعبر معكم بالكاس باش تعرفوا شحال هزت لي هاد الحلوه ديال الدقيق. خديت هنا واحد القصريه غادي ندير فيها الزبده، غادي نحاول نقطعها هكا طريفات صغار باش تجيني سهله في الخدمه. غادي نضيف ليها كاس ديال السكر، وغادي نحاول نخدمها مزيان داك الزبده مع السكر حتى كتولي لي بحال الكريمه، يعني ما كتبقاش ديك الزبده هكا، تبقاش هكا جمع راسها. من احسن الزبده تخدموا بها الحلوه ما ديروهاش في الثلاجه باش هكا كتجيكم ساهله في الخدمه. غادي نضيف ليها كاس ديال الزيت هكا باش تسهل عليا الخدمه. هنا بعد ما خلطت مزيان السكر مع الزبده غادي نضيف ليها كاس ديال الفاني، معلقه صغيره ديال القرفه اللي كتكون مطحونه مغربله، وهنا عندي معلقه كبيره مخلطه بين حبيت حلاوه والنافع، يعني معلقه صغيره هكا كتعطيكم واحد النسمه زوينه بزاف. غادي نضيف ليها هنا كاس ديال الجنجلان، وكاس ديال اللوز اللي تكون غير كنكونوا غير هانوشنا، ما كنكونوش طحنا بزاف هكا باش كتجيكم داك التقرميشه في داك الحلوه كتجي زوينه بزاف. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نضيف ليهم الدقيق. هنا غادي نعبر بالكاس باش يكون كلشي واضح. هنا غادي ندير الكاس الاول ديال الطحين، وغادي نزيد هنا ساشي ديال الخميره، وغادي هنا ناخذ غير معلقه صغيره ديال الخميره، ما غاديش نديرها يعني تقريبا كديروا غير النص ديال الخماره الحلوه. صافي هنا زيت كما شفتوني الكاس الثاني ديال الدقيق وغادي نخلط. هنا جمعتها بجوج كيسان ديال الدقيق وبات لي هنا باقي خصها زدت تقريبا نص كاس ديال الدقيق. صافي كتكون كيكون هذا هو القوام ديالها، ما تكونش قاصحه بزاف، ما تكونش جاريه بزاف. صافي هنا العجينه كتجمع لينا، صافي ما غاديش نزيد هاد الدقيق. هنا هاد العجينه هزت لي 2 كيسان ونص ديال الدقيق فقط. صافي هنا غادي نشكل هنا كويرات، كنكون خديت هنا في الصينيه ديال الفرن درت ليها ورق طي. صافي غادي نشكل هنا كويرات صغيورين، المهم نتوما كتحكموا في الحجم اللي بغيتوه صغير اولا كبير. غادي نديرهم انا شويه هنا كبار، بغيتو ديروهم صغيورين كتنقصوا نقصوا من العجينه. وهاد المقادير اللي عطيتكم لو بغيتو هكا تضعفوا المقادير يعني كتزيدوا المقادير نص ديالهم باش هكا يعطيكم كميه كثيره. غادي نستمر بشكل العجينه ديالي حتى كنكمل هاد لاطه كامله. هنا كنكون شعلت الفران من قبل، كتخلوا الفران حتى كيسخن مزيان، وهاد كتدخلوا الحلوه ديالكم كطيب من التحت، يعني كتكون العافيه فوق الوجه ديال هاد الحلوه حتى كتشقق لينا كامله وكنحسوا بها يعني تشققت مزيان. هاد كنرجعوا اللاطه ديالنا الفوق، اولا كنطفوا ليها الا كان الفران ديال الضو كنطفوا ليها النار فوق منها وكنخليو النار اللي تحت منها.
حتى كطيب لينا من تحت. وهاد كنخليوها كتكمل الطياب ديالها وكنخرجوها. صافي هنا كملت لاطا ديالي، غادي ندخلها كطيب. هنا الحلوه ديالنا كطيب، تشقت كامله في الفران. غادي نخليها تكمل الطياب ديالها ونخرجها. هنا الحلوه ديالنا طابت كما شفتوا، كتجي تبارك الله كامله مشقه، كتجي زوينه بزاف. خليتها حتى طابت من التحت وكملت ليها الطياب ديالها وخرجتها. كتجي زوينه بزاف وكتجي مفقعه تبارك الله. كتجي رائعه. الشكل ديالها واحد الريحه خارجه منها، يا سلام. داك الريحه ديال النوافع والقرفه كتعطي واحد الريحه زوينه في الطر، وكتجي تبارك الله طيبه من الفوق ومن التحت. ملي تكونوا كطيبوا الحلوه ما تكونش النار مجهده بزاف هكا باش كتنجح معكم هاد الحلوه. هنا خليتها حتى بردات، كتجي زوينه بزاف كما شفتوا، محمره من الفوق ومن التحت. اللون ديالها زوين بزاف، وهكا ما كتفرتش معكم. كتجي زوينه بزاف وناجحه من المره الاولى. كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الحلوه اللي حطات اليوم تعجبكم وتجربوها. كتوجد بسرعه، ما كتاخذش الوقت بزاف، وكتجي زوينه. وداك القوام اللي فيها عطيه فيها داك الريحه ديال النوافع والقرفه، كتجي زوينه بزاف. غادي نهرس معكم وحده تشوفوا الشكل ديالها كي كتجي من الداخل. كتجي فتيه، كتجي مرمله كما شفتوا، يعني تبارك الله ما شاء الله. كتجي زوينه بزاف وكتجي من ديك التقرميشه فيها، كتجي زوينه بزاف. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ونتلاقاو فيديو جديد، شكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.